ده انا عامله مخصوص لكل انسان عامل تركيبه متحركه ومضايقاه اثناء الاكل او اثناء الشرب. احب اقول لسيادتك انك ممكن تتوجه لاي دكتور اسنان، اخصائي زراعه اسنان، بحيث ان هو يعمل لك تركيبات او زرعات او غرسات او دعامات ايا كان المسمى في الفك اللي فيه التركيبه، بحيث ان حضرتك تحول التركيبه المتحركه الى تركيبه ثابته ما تضايقكش اثناء الاكل او اثناء الكلام. ميزه التركيبه ديت حاجه قويه جدا. التركيبه دي اولا حولتنا طبعا تركيبه من متحركه لتركيبه ثابته، فما فيش اي احراج. دي واحد. اتنين، وده مهم جدا لناس فئه كبيره من مصر، ان هم بيهتموا جدا بالامور الماديه، وموضوع انك تحول تركيبه متحركه الى تركيبه ثابته ده مش مكلف مقارنه بالتركيبات الثابته زي البورسلين او الزركونيوم، اذا كانت تنفع اصلا ان هي تتعمل لحضرتك. بعد اذنك نصيحه اخيره جدا، بعد ما بنعمل غرسات الاسنان اتمنى من سيادتك لو في مشاكل في السكر تظبطها، والاهم منها انك تبعد تماما عن التدخين، لان ده العدو اللدود لينا في غرسات الاسنان. شكرا. احجز وانت مطمن. عيادتي، صحتك وصحة عيلتك مسؤوليتنا.